المرأة مش بتشتاق لأي حد، هي بتشتاق للي يقدر يلمس روحها قبل ما يلمس إيديها، للي خلاها تحس إنها مش مجرد اختيار في حياته، بل حضور له طعم ومعنى. الاشتياق عندها مش لحظة عابرة، ده إحساس بيتولد لما تحس بالأمان والاهتمام والرجولة الحقيقية في تصرفاتك. لما تكون قريب منها بطريقة مختلفة، مش بالكلام الكتير ولا بالملاحقة المستمرة، لكن بطريقة فيها هدوء، حضور ونضج. المرأة بطبعها عاطفية، بس عاطفتها ذكية جدا. بتقيس اهتمامك مش بعدد المكالمات أو الرسائل، بل بمدى إحساسها إنك فاهمها، حاسس بيها، وبتتعامل معاها كأنها مش أي واحدة. ولما تلاقيك راجل فاهمها بعمق، مش محتاج تتصنع ولا تمثل، ساعتها بتتعلق بيك من غير ما تحس، وتبدأ تشتاق لك حتى في وجودك. لكن علشان توصل للنقطة دي، لازم تكون راجل بيعرف يوازن بين حضوره وغيابه، بين اهتمامه واستقلاله، بين الحنان والقوة. لأن الاشتياق الحقيقي ما بيتولدش من التعلق، بيتولد من القيمة اللي انت بتخلقها جوه حياتها. في السطور الجاية هنتكلم عن 10 نصائح عملية تخليها مش بس تشتاق لك، لكن كمان تقدر محبتك وتخاف تخسرك، لأنك ببساطة هتكون راجل مختلف، راجل وجوده مش سهل نسيانه. 1. ما تبقاش متاح طول الوقت. وجودك المستمر بيخليها تحس إنك مضمون، والمضمون غالباً بيتقدرش زي الغايب. لما تكون دايماً متاح، هي بتتعود، والعادة بتخلي المشاعر تهدى. إنما لما تقلل تواجدك شوية بطريقة هادية ومش مقصودة، بتخليها تبدأ تسأل: هو فين؟ بيعمل إيه؟ ليه مش ظاهر النهاردة؟ الفضول البسيط ده هو أول خطوة في طريق الاشتياق. خليك دايما حاضر وقت الجد، وغيابك يكون له معنى مش عبث. سيب فرصة إن وجودك يبقى منتظر، مش ممل. التوازن هو المفتاح، لا اختفاء كامل يخليها تشك، ولا تواجد مفرط يخليها تتبلد. 2. خليك دايما راقي في كلامك. الكلام مش مجرد حروف، هو انعكاس لشخصيتك وهيبتك. لما تتكلم معاها بلغة راقية فيها هدوء وثقة، بتحس إنها قدام راجل محترم، ناضج، عارف هو بيقول إيه. المرأة ممكن تنسى شكل الرجل، لكن صوته وكلمته بيعيشوا في بالها. الكلمة الهادية في وقت التوتر، والمدح في لحظة بسيطة، والرد الذكي بدل العصبية، كل ده بيخليها تشتاق تتكلم معاك تاني، لأن التواصل معاك بيريحها. خليك راقي من غير تصنع، واضح من غير قسوة، وودود من غير إفراط. الكلام المحترم والراقي مش ضعف، ده دليل على تحكمك في نفسك، وده أكتر ما يجذب المرأة ويحسسها إنك شخص ليك وزنها في حياتك. 3. اهتم بنفسك قبل ما تهتم بيها. الرجل اللي بيهتم بنفسه بيبعث رسالة غير مباشرة: أنا راجل عندي قيمة. لما تهتم بمظهرك، بشغلك، بصحتك وبوقتك، بتخليها تحس إنك مش متعلق بيها، وإنك قادر تكمل حياتك لوحدك، بس بتختار تكون معاها. المرأة بطبعها تنجذب للرجل اللي عنده شغف وطموح، اللي شايف نفسه في مرآة النجاح مش في عينها بس. مش لازم تبالغ أو تبقى مثالي، لكن حافظ على نظامك، ريحتك، لبسك، وطريقتك في الكلام. كل تفصيلة صغيرة بتقول كتير عنك، وبتخليها تفتكرك حتى وانت بعيد. اهتمامك بنفسك مش أنانية، بالعكس، ده اللي بيخليها تشتاق لك وتحس إنك راجل كامل مش محتاجها، لكن وجودها بيكملك. 4. خليك غامض شوية. المرأة بطبيعتها بتحب تعرف، تفسر وتفهم، فلو كنت كتاب مفتوح قدامها هتخلص قراءتك بسرعة. خليك واضح في نواياك، لكن مش ضروري تحكي كل تفصيلة عنك. سيب جزء بسيط ما تعرفوش، حاجة تثير فضولها وتخليها تسأل أكتر. مش غموضه بارد أو تمثيل، لكن غموضه نابع من الهدوء والثقة، إنك مش محتاج تشرح كل حاجة عن نفسك علشان تفهم.
الست لما تلاقي فيك جانبه مش مكشوف بتحب تكتشفه، وده بيخليها دايما في حالة فضول وشوق. الغموض الذكي بيخليك مثير في نظرها، بس تذكر خليك غامض بذكاء، مش متحفظ لدرجة البرود، لأن الفرق بينهم كبير جدا. 5. استخدم الذكريات المشتركة. الذكريات عند المرأة مش مجرد صور في عقلها، دي مشاعر محفوظة في قلبها. لما تفتكر معاها موقف حلو عديته بيه، أو كلمة قالتها زمان وضحكتك، انت بتفتح باب صغير للدفء جواها من غير ما تحس. الست بتحب تحس انك فاكر التفاصيل، لأن التفاصيل عندها معناها اهتمام. ما تبقاش بارد أو ناسي اللي بينكم، لكن في نفس الوقت ما تبالغوش. استخدم الذكريات وقتها الصح، لما تحس إن العلاقة محتاجة دفعة مشاعر بسيطة، أو لما تحس إنها بدأت تبتعد. افتكارك للحظات الحلوة بيخليها تفكر فيك مش كراجل عادي، بل كحد عارف قيمتها وعايش كل لحظة معاها بصدق. الذكريات المشتركة دي مش بس بتخلق اشتياق، لكنها كمان بتربط قلبها بيك بخيط عاطفي ناعم بس قوي جدا. 6. خليك داعم، لكن مش متملك. الدعم الحقيقي بيخلي المرأة تحس إنها محبوبة من غير ما تكون مملوكة. اسمعها لما تتكلم، شجعها لما تحبط، وساعدها لما تطلب المساعدة. لكن خليك دايما راجل عندك حدود واضحة، مش بتدخل في كل تفصيلة ولا بتحاول تتحكم. المرأة بتشتاق للرجل اللي بيكون سند مش قيود، اللي لما يحضر بيطمنها ولما يغيب ما يخنقهاش. المتملك بيخليها تهرب، لكن الداعم بيخليها تتمسك بيه أكتر، لأنها بتحس إنها قادرة تكون نفسها جنبه. الدعم مش بس في الكلام، بل في الفعل، في إنك تصدق فيها وتوريها إنك فخور بيها. ده بيخليها تفتقدك مش خوفاً من فقد السيطرة، بل شوقاً للأمان اللي وجودك بيديها. 7. كن هادي في الخلافات. الخلافات جزء طبيعي من أي علاقة، بس طريقة إدارتك ليها هي اللي بتحدد قيمتك في عينيها. لما تغلط ما ترفعش صوتك ولا تحاول تفرض رأيك بالعصبية. الهدوء في الموقف بيخليها تحس إنك راجل عاقل ناضج، قادر تحتوي الموقف بدل ما تكبره. المرأة لما تشوفك هادي وقت الغضب بيزيد احترامها ليك، وده بيخلق جو من الأمان يخليها تشتاق لك حتى بعد ما تتخانقوا. الهدوء مش ضعف، هو نوع من السيطرة الذكية على الموقف. لما تقدر تفض الخلاف بعقل مش بعاطفة، هي بتحس إنك السند اللي تقدر تعتمد عليه، مش بس وقت الفرح لكن كمان وقت الزعل. وفي النهاية، اللي يعرف يحافظ على احترامه في الخلاف هو اللي فعلا يقدر يحافظ على العلاقة كلها. 8. قلل التواصل الروتيني. التواصل اليومي لو ملوش روح بيتحول لعادة مملة. لما تبعتوا نفس الكلام كل يوم، نفس صباح الخير ونفس عامل ايه، العلاقة بتفقد حرارتها. خلي تواصلك معاها فيه معنى. ابعتلها لما تحس فعلا إنك عايز تسمع صوتها، أو تشاركها حاجة جميلة حصلت لك. التلقائية دي بتخليها تحس إن تواصلك حقيقي مش مجرد واجب. وكمان لما تقلل من التواصل الروتيني بتديها فرصة تشتاق لرسالتك، تنتظر مكالمتك، وتفكر فيك لما تغيب. مش الكثرة اللي بتخلق الشوق، لكن القيمة اللي بتكون جوه كل لحظة بينكم. كون متجدد، عفوي، وبسيط، لأن المرأة لما تحس إنك بتتواصل بحس بتفضل تنتظر رسالتك كأنها حاجة مميزة مش مجرد عادة. 9. أظهر الجانب العاطفي بدون ضعف. المرأة مش بتدور على راجل جامد المشاعر ولا على راجل مائع في إحساسه، هي بتدور على التوازن. لما تظهر مشاعرك بطريقة ناضجة وهادية بتحس إنك حقيقي. قولها إنك بتحب وجودها في حياتك، إنك بتقدرها، لكن خليك دايما ثابت في كلامك. الست بتحب الراجل اللي بيعرف يعبر، بس كمان يفضل محتفظ بهيبته. مشاعرك لازم تكون نابعة من قوة مش من احتياج،
ومن صدق مش من خوف إنها تسيبك. لما تحس إنك بتقولها كلام نابع من قلب راجل واثق مش متعلق، هي ساعتها مش بس هتقدرك، دي هتشتاق لك في غيابك، لأنها هتفتقد إحساس الأمان اللي كلامك بيمنحه. الرجولة الحقيقية مش إنك تخبي مشاعرك، لكن إنك تتحكم فيها وتقدمها بالشكل اللي يخليها تحس إنك نادر. 10. اختفي أحياناً، بس بخفة الغياب الذكي له تأثير أقوى من 1000 كلمة حب. مش المقصود إنك تتجاهلها أو تلعب لعبة الغموض، لا، بس إنك تخلق مساحة صغيرة تخليها تشتاق لك طبيعي. اختفي وقت بسيط تهتم فيه بنفسك، بشغلك، أو بهواية بتحبها. لما تلاحظ إنك مش متاح دايما، هتبدأ تحس بقيمتك أكتر وتفتقد وجودك في يومها. بس لازم غيابك يكون راقي، من غير برود ومن غير تعمد واضح. سيبها تحس إن عندك حياة خاصة وإنك مش متاح للجميع. ده بيخليها تحس إن وجودك معاها اختيار مش التزام. المرأة لما تشتاق لراجل مش لأنه غاب فجأة، لكن لأنه كان دايما مختلف وهي مش لاقية زيه، ساعتها تعرف إنك فعلا نجحت تسيب أثر في قلبها. وأخيراً، في العلاقات الحقيقية مفيش سحر يخليها تشتاق لك فجأة، لكن في مواقف صغيرة بتبني جواها إحساس كبير بيك. المرأة بتشتاق لما تلاقي فيك راجل فهمها من غير ما تشرح، بيحترمها حتى وهي غاضبة، وبيخليها تحس إنها مطمئنة وسط حضوره. الاشتياق عندها مش مجرد إحساس لحظي، ده حالة داخلية بتتولد لما تشوف فيك ثبات وسط فوضاها، وهدوء وسط قلقها، وصدق في وقت الكل بيجامل. هي ممكن تحب كتير، لكن تشتاق لقليل، وده القليل بيكون دايما الراجل اللي قدر يوازن بين الحب والعقل، بين الحنان والحزم، بين القرب والحدود. المرأة ما بتشتاقش للرجل اللي يقول كلام حلو، بل اللي خلاها تحس بنفسها جميلة من غير ما يقول. ما بتشتاقش للي بيطاردها، بل للي خلى وجوده جواها جزء من يومها. لو عايزها تشتاق لك بحق، كن راجل مستقر من جواه قبل ما تحاول تستقر بيها. سيب تصرفاتك تتكلم عنك، واهتم بتفاصيلك قبل كلماتك. وخلي محبتك ليها تكون راقية، هادئة، مش مشروطة، لأن الحب الناضج هو اللي بيخليها تفتقدك مش من ضعف، بل من احترام. وساعتها لما تغيب، مش هتفتقد وجودك بس، هتفتقد إحساسها بنفسها وهي معاك، وده أقوى أنواع الاشتياق.